لما نعرف ان ملك من ملوك مصر العظام زي رمسيس الثالث عرفنا ان هو اتقتل عن طريق مؤامرة كان ضده من الحريم بتاعه في القصر، وكمان عرفنا ان ده كان سبب موته الاساسي مش مجرد مؤامرة ومات بعدها باي سبب تاني، ويكون اللي احنا عرفناه ده من اثبات علمي دقيق مش مجرد قصة تاريخية بنتناولها طول السنين وممكن تكون محرفة او فيها اي حاجة مش حقيقية. احنا وصلنا لمرحلة ان احنا نقدر نكشف على مومياوات تعود ل1000 و2000 و3000 سنة فاتوا، نقدر نعرف منهم عمره وطوله وسنه وسبب وفاته وحياته كانت عاملة ازاي ولو كان عنده اي امراض اثناء حياته. كل ده عرفناه ازاي؟ ده اللي نعرفه مع بعض. سنة 2020 عملنا مؤتمر في سقارة كان ضخم جدا، اتغطى عالميا ومحليا ومن كل الدول تقريبا، وكان من اهم الاكتشافات في السنين اللي فاتت. ليه؟ عشان لقينا مجموعة من التوابيت الضخمة اللي كان عدد اكتر من 50 تابوت، ده غير التماثيل الخشبية والاكتشافات المهمة التانية اللي لقيناها. بس اللي يهمنا في الموضوع ان خلال المؤتمر ده اتعمل تغطية خاصة لاحد التوابيت، وفتحنا التابوت وقدرنا نعرف ان الموميا اللي موجودة في التابوت ده ذكر مات وهو عنده 40 او 45 سنة، طوله بيتراوح من 165 ل 175 سم، يعني في اطوالنا العاديه دلوقتي، ما كانوش عمالقه زي ما ناس كتير فاهمه غلط. المهم الذكر ده قدرنا نعرف نوعه، طوله، عمره، وسبب وفاته اللي كانت شبه طبيعيه، ما كانش فيها اي حاجه خطيره حصلت. كل ده عرفناه من غير ما نفك اللفائف الكتانيه اللي كانت حوالين الموميا، من غير ما نكشف الوش، من غير ما نشيل اي حاجه من القناع لو كان موجود او اكسسوار او اي حاجه، مجرد الموميا جوه التابوت وحتى ما خرجتش من التابوت. عرفنا ده ازاي؟ من الاكس راي او الاشعه السينيه. سنة 1895 اكتشف العالم الألماني ويليام رونتجن في حاجة من أهم الاكتشافات الحديثة في العصر بتاعنا اللي فرقت كتير جدا في مجالات مختلفة، وهي الأشعة السينية أو الإكس راي. اكتشاف الأشعة السينية أثر في مجالات كتير، واللي يهمنا هنا تأثيرها في مجال الآثار. سنة الاكتشاف 1895 في مصادر بتقول ان احنا سنتها عملنا أشعة على المومياوات المصرية وعلى الحضارة المصرية قبل ما تتعمل على أي بشر إطلاقا. وفي مصادر تانية بتقول ان احنا عملناها على المومياوات المصرية وعملناها على حاجات تانية في اوروبا. لكن الاهم واللي يهمنا في الموضوع ان في نفس السنة بتاعت اكتشاف الاشعة السينية ومدى اهمية الاكتشاف ده قدرنا نعملها فعلا على مومياوات مصرية، سواء كانت حيوانات محنطة او اللي اكتشفناها انها اتعملت على اول موميا لطفل يرجع للحضارة المصرية القديمة. وبعدها بسنة 1896 قدرنا نعمل اكس راي او الاشعه السينيه على اول موميا ملكيه لمصر، هو الملك تحتمس الرابع. وفضلنا مستخدمين الاشعه السينيه في الكشف عن المومياوات وخباياها ونعرف الاسرار ونعرف كل حاجه عن الموميا وعن تاريخ الموميا من كل حاجه لغايه وقت ما عدناش بنستخدمها، ورجعنا احييناها تاني عام 2005. بس حد هيجي يقول لي ايه الفكره الجميل في ده؟ انا هقول لكم الجميل ايه قبل ما نخش على اهم واجمل واخطر اكتشاف احنا اكتشفناه من بعد 2005. الجميل في ده ان الفتره اللي مات فيها استخدام الاشعه السينيه ان احنا نستخدمها على المومياوات حصل فيه جريمه من الجرائم اللي حصلت ضد الملك توت عنخ امون، هو الاشهر عالميا على مستوى العالم، ومحدش كتير يعرف الجريمه اللي حصلت، ولكن هي مثبته علميا، ودكتور زاهي حواس كاتبها في كتابه المشهور عن توت عنخ امون. اللي حصل ان هاورد كارتر بعد ما اكتشف الموميا وعمل الشو الاعلامي وخد كل الكريدت زي ما احنا عارفين، اللي يهمنا انه عشان يقدر يفصل الراس بتاع الموميا عن القناع الذهبي اللي كان موجود على توت عنخ امون، وكمان يفصل الموميا عن التابوت ويفصل الذهب اللي كان موجود في ايديه وفي دراعه وفي جسمه كله عن الموميا نفسها، قطع الموميا اكتر من 15 قطعه، قطع وفصل الرقبه، فصل الراس عن الرقبه، وفصل الجسم، وقطع في الايدين والرجلين. وللاسف الكلام ده ما اتقالش وما اتعملش عنه اي صيت، حتى ما كتبوش في مذكراته. طب احنا عرفناه منين؟ عن طريق برضو الاكس راي. الاكس راي هو اللي صح لنا كل الحاجات دي، لان هاورد كارتر بعد ما خلص التقطيع لف كل حاجه تاني وجمعها تاني وحط قماش كأن الموضوع كأن لم يكن. لكن اللي حصل ان بعد فتره من الزمن لما عملنا اكس راي وشلنا الشاشه اكتشفنا ان الحاجات دي مقطوعه حديثا، وعرفنا اللي حصل بالظبط لجثه الملك توت عنخ امون. وعشان كده الاكتشاف ده مهم وخطير وبيساعد جدا في مجال الاثار، من غير ما نهين الموميا او نهين الجثه او نهين اي حاجه لها علاقه بالموتى، ونحترم اللفائف ونحترم كل حاجه ملفوفه من غير ما نكشف الوجه ولا نكشف المومياوات. وعشان كده وزاره الاثار عملت قانون من زمان جدا ان احنا بعد اي اكتشافات لموميا مش هنكشف عنها، مش هنكشف الغطاء عنها، ممكن نشيل التابوت انما مش هنكشف اللفائف الكتانيه، مش هنشيل اللفائف عن الوجه، مش هنشيل اي حاجه تغطي الوجه من اقنعه او كتان او اي حاجه، عشان نحافظ على تقدير ونكرم الجسد ده بقدر الامكان من غير ما نهينه باي شكل من الاشكال. وده لو اخدتوا بالكم حصل في كل الاكتشافات اللي تمت من وقتها، من بعد تقريبا 2005 لغايه دلوقتي. اي مومياوات او اي توابيت بنكتشفها ممكن نرفع الغطاء، بس استحاله نكشف اللفائف او نشيل اي حاجه من على الموميا. نقدر نكشف عليها ونعرف كل حاجه عنها ونكرمها ونحطها في مكانها.
من شوية قلنا ان بعد 2005 حصل الاكتشافات الاهم والاخطر والاجمل في تاريخنا. طب ليه بنقول الكلام ده؟ علشان ببساطة الاكتشافات دي عملت حاجات وعملت سبوت حلو جدا 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 على بعض الشخصيات المهمة جدا في تاريخ مصر القديم. على سبيل المثال رمسيس الثالث. رمسيس الثالث لما اكتشفنا الموميا بتاعته، هي موجودة في متحف الحضارة بالمناسبة، كنا عارفين من التاريخ ان كان في قصة مؤامرة من الحريم ضده في القصر وكانوا عاوزين يقتلوه. ده كل اللي احنا عارفينه من التاريخ، مكناش نعرف اي حاجة حصلت بعد المؤامرة دي. ولكن بعد ما عملنا الاكس راي قدرنا نعرف كل التفاصيل بتاعه المؤامره، مش كده وبس، ونعرف ان هو مات من خلالها. الاكس راي وضح ان غير اللفائف الكتانيه اللي كانت حوالين الموميا نفسها، كان في قماشه معينه مغطيه الرقبه نفسها. ولما عملنا الاكس راي اكتشفنا ان كان في قطع في الرقبه هنا، وكان غويط جدا لدرجه ان المحنطين حطوا فيه تميمه من التمائم المهمه جدا اللي بيستخدموها للاستشفاء، وبعد ما حطوا التميمه قفلوها بقماش وحطوا عليه حاجات صمغيه بيحطوها في التحنيط عشان يقفلوا الموضوع ده تماما. واحنا اكتشفناش ده خالص على مدار سنين طويله من بعد اكتشاف حتى الموميا لغايه لما عملنا الاكس راي. والاكس راي بقى مع زاويه القطع مع العمق مع كل الحاجات دي مع التحليل الطبي ليها، اكتشفنا ان ده كان سبب وفاته. وفي قصه تانية من بعد اغتياله في القصر التاريخ برضو حكاها لنا، بس ده مش موضوعنا دلوقتي، ممكن نبقى نحكيه في موضوع تاني. والاكس راي بقى طريقه مهمه جدا جدا في ايضاح بعض خفايا التاريخ واثباتها. وعارفين احمس لطرد الهكسوس، ابوه بقى الملك سقننرع. مشهور جدا ما بيننا ان احمس هو طارد الهكسوس، هو المحارب الاول للهكسوس. ويمكن في بعض الناس تعرف ان قبله كان في قامس اخوه الاكبر وحارب برضه الهكسوس بس اتقتل، ولكن النصر جه على ايد احمس. الاجمل ان احنا اكتشفنا حاجه مهمه جدا من الاكس راي عن الملك سقننرع ابو احمس وقامس. الملك سقننرع والد احمس كل اللي نعرفه عنه في التاريخ انه كان ايام الهكسوس وكان بيحاربهم بس. التاريخ وقف لغايه هنا، ما نعرفش اي حاجه تانية بعد انه كان بيحارب الهكسوس. ولكن عن طريق الاكس راي قدرنا نعرف باقي القصه لغايه ما ماتوا. اللي حصل بالظبط ان في الموميا بتاعه سقننرع لقينا شكل الايماءات بتاعه وشه غريبه، مش موميا هادئه سالمه زي بقيه المومياوات، ولقينا في جروح في وشه كتيره جدا. دكتور سحر سليم ودكتور زاهي حواس في كتابهم سكيننج ذا فيروز وضحوا باقي قصه الملك سقننرع لغايه ما ماتوا، لان هم اكتشفوا بعد الاشعه اللي اتعملت لسقننرع ان اولا ايد كانت مربوطه من الخلف وكان عليها شبه قيود او حبل او اي حاجه كانت مأيداها من ورا. فاكتشفوا بعد تتبع قصص تاريخيه انه اتأثر، مش بس ان هو حارب، ده حارب واتأثر من قبل الهكسوس. وقفنا لغايه هنا؟ لا، بعد عمل شويه دراسات بعد الاشعه لما وضحت الجروح اللي موجوده في الوجه والجروح اللي موجوده خلف الجمجمه والجروح اللي موجوده على قدمه، ومن خلال الجروح دي اكتشفوا السيناريو بتاع القتل اللي حصل للملك سقننرع. اللي حصل ان هو بعد ما اسر من قبل الهكسوس وراح عندهم، حصل اعتداء عليه من قبل الهكسوس من كذا فرد ومن كذا ناحيه في جسمه، وعرفوا ان هو جاله اكتر من حد من كذا اتجاه وضربوه ضربه واحده ولكن موجعه، وضربوه بشكل مفاجئ ما قدرش يستوعب الموضوع. حد جه من ورا على حد جه من قدام على حد جه من جنبه، والنتيجه بتاعت ده كله ان احنا لقينا الجروح في الجمجمه والجروح اللي من ورا عنقه والجروح اللي من رجله كمان ومقطوعه. كل ده الدكتوره سحر سليم اكتشفته برضو ازاي؟ بس بالاكس راي؟ لا، هي اللي ساعدها انها بعد ما عرفت من الاكس راي الجروح وعمقها وشكلها، بدأت تقارن شكل الجروح ومساحتها مع الأسلحة اللي كانت موجودة في عصر سقننرع. درست الأسلحة المصرية والأسلحة تبع الهكسوس، وراحت المتحف المصري وعملت دراسات حلوة جدا جدا عن الموضوع ده، واكتشفت بعدها ان الأسلحة بتاعت الهكسوس تطابق تماما نفس الجروح اللي موجودة في جسم سقننرع. وعرفنا ان سقننرع حارب الهكسوس بكل شجاعة وبكل جسارة من قبل أحمس ومن قبل قامس، وان هو اللي شجع أولاده على البطولة واللي حصل النصر على إيد أحمس ابنه. وكل اللي احنا قلناه ده بيرد على السؤال اللي بيقول احنا ليه نثق في التاريخ؟ التاريخ ده مجرد قصة كبيرة او فيها قصص صغيرة ولكنها حاجات متوارثة عبر الاجيال، ممكن تكون مشكوك في صحتها، او الاقدر بيتقال انه انا ليه اثق فيها لان هي عبارة عن حاجات ممكن يكون مدسوس فيها حاجات غير حقيقية. وده وارد، احنا مش هنقول ان التاريخ كله مصدق به، وده وارد طبعا في تاريخنا. ولكن الفكرة كلها ان التاريخ او الاثار لما بندرسه في الكليات او في الناس المتخصصة بتدرسوه بيبقى ليه زي مرجع او ليه حاجات نقدر ناخد منها التاريخ ده، مش اللي هو احنا سمعنا قال فلان ولا قال حكيم. لا، احنا بناخد طرق معينة نستمد منها التاريخ او الاثار تقول لنا معلومة مؤكدة ومحدش بيعترف بيها في المناهج لما تكون مؤكدة لأحد المصادر دي. ده مش موضوعنا، لكن اللي موضوعنا ان لما يجي طريقة من الطرق العلمية الحديثة او طريقة من الطرق الدقيقة انها تثبت لنا قصة كانت غامضة في وقت ما، او تثبت لنا او تحكي لنا حكاية كانت مقصوصة التاريخ ما كانش مكملها، او ما كناش متأكدين من بعد تكملتها ايه اللي حصل او صح او غلط، ده بيبقى اهمية الحاجات او الاكتشافات المهمة اللي بتحصل دي في ان هي تحكي لنا حاجات تثبت صحة روايات او تنفي روايات او تأكد روايات ونمشي على ضربها. وده اللي بيخلينا اكتر
عندنا تواصل مع الماضي، لان انت كل ما تعرف حاجة عن ناس فاتتك ب1000 و2000 و3 و4 و5000 سنة وتلاقيها شبهك قوي، او تعرف عنهم عايشين ازاي، ماتوا ازاي، الامراض اللي كانت موجودة، مشاكلهم كانت ايه، بيعرفوا ازاي حاجات مختلفة في حياتهم، انت نفسك بتقعد تقول واو هم وصلوا للموضوع ده. ده اللي بيخلينا متواصلين مع الماضي. وفي الشهر ده يوم 8 نوفمبر كان اليوم العالمي للأشعة السينية، يوم ما اكتشف العالم الألماني ويليام رونتجن أول مرة الأشعة السينية. ودي كانت حكاية جديدة من حكاوي إرشاد.